واحد ابتز واحدة أكثر من 100 مليون، ادي 20,000 دولار ولا انشرش صورش، ادي 30,000 دولار 40,000، أكثر من 100 مليون. البنت حيرفت ولا عاد معاه ريال، قال ادي الذهب، شل الذهب، ما عاد بيش ذهب، قال ادي الأوالي حق أبوه حق أسرته المسدسات، شل ما فوقها وما تحتها، خلها تفك اللمبات حق البيت، ادي يلا الصحون المقالي الملاعق خلاها على الحديدة، حتى الحديدة قال لها ادي الحديدة، يعني ولا عد مع البنت ولا شيء ولا. وبعدها ذكرت تصير تبلغ، بعد ما قد خلص فكرت تصير تشتكي به في القسم او في البحث. اهم شيء صارت تشتكي، تستدعوا الرجال، جاء عندهم حققوا معاه، اعترف. اهم شيء انا اشتي اوصل هذا الكلام للنسوان، للبنات الذي بيتصورين صور من غير هدوم، تتصور في الحمام وهي بتشخ تحت الدش، فوق الحنفي، تحت الكرسي. ليش الصور هذه؟ ذكريات، شي تتذكري الماكينة حقش. ليش بتتصوري وانتي لابسه لبس مش تمام؟ ليش بتصوري الثربة حقش وبترسلين الصور برضاتكن لا عند المبتزين؟ لا تصدقوا للبنات الذي تقول انا شليت تلفوني يتصلح والمهندس سرق الصور او ضع علي التلفون في السوق وهددوني بصوري. هذه الحالات نادرة. حتى اذا شليتي تلفونك يتصلح سرقوا الصور او سرقوا تلفونك في السوق، يدخلوا يدوروا يشوفوا 2 3 صور. اذا انتي بنت ناس وانتي بالحجاب، انتي وزوجش، انتي واسرتش، في مكان عادي، حديقة، في مطعم، ليش يبتزش؟ ما يبتزش الا ومعش صور. يعلم الله كيف قد تصورتي، يعلم الله من طالع من نازل من داخل، بعضان يتصورين صور عجيبة. كيف لو ما بيتصورن هذا الصور؟ المبتزين بيطلبوا من هؤلاء البنات، يقول لها رسلي لي صورتش، وهي ترسل، يقول اوه الصورة، اوه الحلاوة، ويأمنها ويدي لها الهدايا. هكذا المبتزين اول ما يتعرف على بنت اول شيء يدي لها وردة ب100 ريال علشان تقول انه كريم، يدي لها وردة، ويوم ثاني يدي لها سماعة خاربة علشان تقول والله انه بيحبني، يدي لها هدايا ما يكلفن ولا حتى 300 ريال، ويدي لها سكريم ابو 20 هذاك ابو عودي وقلافد، ويضحك عليها وهي تقول والله انه بيحبني، والله انه طيب. يبدا يضحك عليها، يلا رسلي لي صور شفتي، شوف شعرش، ايوه وش سكاه افخاذش سكاه، صوري لي من نازل ومن طالع ومن، يخليها تتصور فوق حفره، تقول لها اطلعي فوق حفره وفي الاخير جلش وصوري من نازل. اشتي اشوف القرنيه. القضايا التي بتصل إلينا تهديد وابتزازات للفتيات وصلت إلينا، والفتاة هذا وقامت بإبلاغ وقدمت شكوى إلى نيابة الأمن والبحث، وتم على ضوءها تحويلها إلى مدير مباحث العاصمة، وعلى ضوءها تم التحرك وضبط ذي الشخص. وتلك الابتزازات والتهديدات التي وصلت بها هذه الفتاة 100 مليون ريال يمني، و25,000 دولار، 250,000 سعودي، 280 ريال فرنسي، 376 حبة جنيه ذهب، 46 مشخص ذهب، مقتنية أسلحة وجنابي، 5 بنادق و5 مسدسات. كانت الفتاة تقوم بإعطائها المبالغ المالية على فترات متفاوتة، يعني لمدة سنة كاملة. عند حصول على صورهن يقوم بابتزازهن وتهديدهن بمبالغ مالية، وإلا أنه سوف يقوم بنشر صورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تم ضبط الشخص عندما يتم الفتاة تأتي إلى عندنا وتقوم بالإبلاغ، وبتوجيه مباشر من مدير مباحث العاصمة والنيابة وكيل نيابة الأمن والبحث، وبتوجيه مباشر من مدير أمن مباحث العاصمة العقيد حسن بتران، ويتم على ضوء ذلك التحرك وضبط الشخص
ووصوله إلينا وهو متلبس بتلك الصور واعترافه ويقر بما قام به. حصل بيننا تواصل حب، بس استمرنا حوالي سنة ونص. بدأت تدعمني بزلط، كانت تدري على مبلغ على 20,000 سعودي، على قامت بإعطائني مبلغ مالي يقدر 140,000 سعودي. ادتني يعني كان كل شهر تديلي 20,000 سعودي، مرة 10 ومرة 5، يعني في عدد متفرغة. بعدها أعطتني 25,000 دولار دفعة واحدة. مرة ادتني 3 بنادق دفعة واحدة، مرة 2 دفعة واحدة. بعدها بفترة ادت لي 2 قنابل و2 مسدسات دفعة واحدة. مرة ادتني 5 مليون يمني دفعة واحدة. ماشي راضي، بس غلطنا، قد وقعنا بالغلط يا أخي، خلاص ما بها. أيوة نادم على الشيء اللي سويته، ونادم على هذا الحال الذي وصلت له.